فكر كده في آخر مرة دخلت فيها مكان أول مرة تروح وكان مليان ناس. من قبل ما تفتح بقك وتقول كلمة واحدة كانت المحاكمة الصامتة خلاص خلصت وصدر الحكم كمان. الناس اللي حواليك قرروا في ثواني معدودة هل أنت ذكي وهل هم طايقين وجودك في المكان معاهم ولا لأ. والموضوع ده ما أخدش منهم دقايق ولا حتى ثواني، ده كان أسرع من رمشة عينك. الموقف ده ممكن يبان مش عادل خالص، خصوصا إننا طول عمرنا بنسمع نصيحة ما تحكمش على الكتاب من غلافه، لكن الحقيقة إن كل البشر بيكسروا القاعدة دي كل يوم ومن غير استثناء. طيب ليه عقولنا سريعة وحاسمة للدرجة دي في الحكم على الغريب بمجرد إنه يشوف وشه وهدومه؟ الأبحاث الحديثة من أكبر الجامعات بتكشف لنا سر علمي مهم جدا. عقل الإنسان مبرمج جينيا إنه يطلع أحكام فورية، مش بسبب سوء النية، بل لأن دي آلة دفاعية متطورة للغاية، هدفها الأساسي إنها تحميك وتخليك عايش. في الحلقة دي هنفهم سوا العلم المستخبي ورا الانطباع الأول، وفي نهاية الفيديو هتعرف بالظبط المعادلة السرية اللي بيتبعها المخ عشان يحكم على الآخرين من قبل ما ينطقوا بحرف. عشان نفهم السلوك السريع ده للمخ خلينا ناخد مثال بسيط من حياتنا اليومية. سواقة العربية، لما تكون سايق عربيتك وتتفاجئ بطفل بيعدي قدامك، انت مش بتقف تفكر في سرعته أو وزنه، انت بتدوس فرامل في ثانية. عقلك هنا بيختار السرعة والنجاة على حساب التفكير العميق والتحليل، وده بالظبط اللي كان بيعمله أجدادنا في العصور البدائية. من آلاف السنين إذا قابل الإنسان البدائي شخص غريب في الغابة، ما كانش عنده الرفاهية إنه يقعد معاه ويتعرف على طباعه براحته، كان لازم يعرف في جزء من الثانية هل الشخص ده مصدر أمان ولا خطر جاي يهدد حياتي. في دراسة صدرت عن كلية هارفارد لإدارة الأعمال بتقول إن العقل البشري لما بيشوف شخص غريب بيسأل سؤالين محددين ورا بعض بالترتيب. السؤال الأول، هل الشخص ده آمن ويمكن أثق فيه؟ السؤال التاني، هل الشخص ده يملك القوة ويقدر يفرض سيطرته؟ علماء النفس التطوري بيثبتوا إن العقل بيدور على الأمان والثقة الأول، لأنه بحسابات البقاء الأهم لعقلك هو إنه يعرف هل أنت صديق أم عدو جاي يخلص على حياته. الحكم الفوري ده مش دليل على السطحية، بس هو نظام دفاعي قديم لحمايتك وإبقائك على قيد الحياة. طيب إزاي بينجح العقل في اتخاذ القرار السريع ده؟ الموضوع بيعتمد على اختصار نفسي شهير معروف بتأثير الهالة The Halo Effect. تعال ناخد مثال بسيط. لما تدخل محل وتلاقي تورتة مصممة بشكل مبهر وتفاصيل متقنة للغاية، تلقائيا بيفترض عقلك إن طعمها هيكون حلو جدا، صح؟ ممكن يكون الطعم عادي جدا في النهاية، لكن المظهر الخارجي الخداع قاد عقلك للحكم المسبق. في علم النفس تأثير الهالة ده هو انحياز عقلي، بيخلي انطباعنا العام عن المظهر الخارجي للشخص يسيطر تماما على تقييمنا لأخلاقه وصفاته الداخلية. في دراسة لعالم النفس دكتور أدوارد ثورندايك أثبتت النظرية دي بشكل قاطع. إذا كان الشخص اللي قدامك مظهره مريح ولابس نظيف وبيبتسم، عقلك بيحس فورا بهالة من الإيجابية، وبتفترض بشكل لا واعي إنه شخص شريف ذكي ومحترم، رغم إنك لسه ما سمعتوش بيتكلم كلمة واحدة. إحنا بنستخدم المظهر الخارجي كدليل مختصر عشان نخمن اللي جوه النفس البشرية. والأمر مش واقف عند ملامح الوش وبس، لغة جسدك بتحكي قصتك كاملة وبتوصلها للآخرين قبل ما تتكلم، والعلماء بيسموا القدرة دي thin slicing، ومعناها قدرة العقل على إنه يلقط شريحة رفيعة من سلوكك وهندامك ويبني عليها استنتاج دقيق جدا. في دراسة هامة نشرت في مجلة علم النفس الاجتماعي، الباحثين كانوا عاوزين يعرفوا هل يمكن نحكم على شخصية الغرباء بدقة بمجرد رؤية صورة لطريقة وقفتهم الطبيعية، والنتيجة كانت مذهلة. المشاركين في التجربة قدروا يخمنوا صفات الغرباء بدقة واضحة، مين منهم واثق في نفسه ومين بيعاني من القلق والتوتر، كل ده بس من خلال تأمل وضعية أجسادهم في الصور. في أي تجمع لو لقيت شخص ضامم كتافه وقافل دراعه، عقلك بيترجم الصورة دي فورا بإنه شخص منغلق على نفسه أو حاسس بعدم الأمان. لكن لو شفت شخص بيقف باعتدال كتافه لورا وإيديه ظاهرين، عقلك بيبرمج ده فورا على إنه شخص واثق وبيملك سمات القيادة. والهدوم بتلعب الدور نفسه. في دراسة حديثة من جامعة برينستون أثبتت إن الناس بتربط تلقائيا بين الملابس المنسقة والأنيقة وبين الكفاءة والنجاح في الحياة العملية. وقفتك وملابسك بيتكلموا نيابة عنك قبل ما تنطق بأول كلماتك. طب إيه هو الشيء الأكثر أهمية اللي بيفتش عنه عقلك في السر عشان يقيم الشخص اللي قدامه؟ الإجابة مش العينين زي ما ناس كتير بتظن، هي الإيدين. تخيل إنك ماشي في شارع ضلمة بالليل ولقيت شخص غريب جاي عليك، عينك بتروح فين أول حاجة؟ هتبص على إيده فورا، صح؟
عشان تتأكد إنه مش شايل حاجة بتهددك. على الرغم من إننا عايشين في مدن حديثة ومجتمعات آمنة، إلا إن عقولنا البدائية لسه بتتعامل مع الإيد المستخبية كعلامة خطر بتثير القلق والخوف. إخفاء الإيد ده بيرسل إشارات فورية بعدم الثقة لكل اللي حواليك، وده بحسب أبحاث لغة الجسد المنشورة في دورية ال FBI. لما تدخل مكان وتحط إيديك في جيبك أو تخفيهم ورا ظهرك، الناس بيشوفوك بشكل لا واعي كشخص غامض أو مش مريح. لكن لما تكون إيديك الاتنين ظاهرين ومفتوحين، فكده أنت بترسل إشارة تطورية مريحة بتقول أنا مش مخبي حاجة، أنا جاي بسلام. تعالى بقى نجمع الأفكار دي كلها مع بعض. ليه بيحكم عليك الناس فورا قبل ما تتكلم؟ مش لأنهم أشخاص سطحيين، بس لأنهم بيعتمدوا على أداة بقاء جينية قديمة جدا، هي اللي حافظت على جنس البشر طوال ملايين السنين. الانطباع الأول هو بمثابة اختبار أمان سريع بيديره عقلك البدائي. أنت مش بتملك منع الناس من تقييمك في أول كام ثانية، الموضوع ده بره إرادتك تماما. لكن بما إنك عرفت العلم ورا السلوك ده، تقدر دلوقتي تواجه الحكم ده لصالحك. اقف باعتدال، خلي إيدك باينة ومش مستخبية، وادي المحيطين بيك نظرة دافية ومستقرة. بالتفاصيل البسيطة دي أنت بتخاطب عقولهم البدائية باللغة اللي بتفهمها تماما: أنا مصدر أمان، أنا واثق من نفسي، وأنا صديق لكم. افتكر دايما إن غلاف كتابك الناس بتقراه وتقيمه قبل ما يفتحوا الصفحة الأولى، فاحرص دايما على إن يكون غلافك بيعبر عن جوهرك الحقيقي. تابعوا القناة عشان تكتشفوا أسرار أكتر عن سلوكياتنا. وانتوا بقى رأيكم إيه في الموضوع ده؟ أشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة.